عشان ما تخسرش من تمن العقار بتاعك وانت جاي تبيع، اسمع الفيديو للآخر. العقار له سمعة زي سمعة الراجل بالظبط. حافظ على سمعة العقار بتاعك عشان لما تيجي تبيعه تعرف تحصل أعلى سعر وما يقعدش وقت كتير في السوق. خليني اعطيك مثال. المالك عطى الفيلا بتاعته لاكتر من 20 بروكر يشتغلوا عليها عشان يبيعوها، وكان فاكر ان كده الفيلا هتتباع بسرعه، لكن العكس هو اللي حصل. ولما كان المشتري بيتواصل مع بروكر يقول له ما انا شفت الفيلا دي قبل كده واتعرضت عليا من بروكر تاني، ما عندكش غيرها؟ يروح البروكر سائل المشتري هي الفيلا دي اتعرضت عليك بكام؟ المشتري طبعا مش هيقول على السعر الحقيقي اللي اتعرضت عليه، هيقول له اقل من السعر اللي اتعرضت عليه بيه. فطبيعي جدا ان البروكر لما يعرف ان الفيلا وصلته من بروكر تاني يقول له لو عجبك انا بخلص عليك بسعر اقل من كده. فالمشتري ياخد انطباع ان الفيلا ملهاش سوق وما عليهاش طلب وسعرها غالي، فبلاش تعطي العقار بتاعك لاكتر من بروكر واحد او 3 بالكتير. ولو بروكر شاطر وله علاقات كتير وقديم في السوق يكون افضل، واعطيه الوقت المناسب عشان يقدر يجيب ليك السعر المناسب، عشان البيع تحت ضغط وباستعجال مش في مصلحتك خالص. البيع الهادي المستقر اضمن طريقه انك تحصل السعر اللي انت عاوزه. ياما بيعات باظت بسبب ان المالك مستعجل، وياما بيعات ربحت كتير بسبب ان المالك مش ملهوف على البيع. لو حصل معاك ده ما تقلقش خالص، عندي الحل ليك. اول حاجه هنعملها هنشيل الفيلا من السوق لمده من شهر لشهرين اقل حاجه، وبعدها غير في نظام ديكور الفيلا او غير من دهانات او اعمل شويه تغييرات بسيطه داخليه في الفيلا، واختار شركه بروكر جديده تيجي وتصور صور كويسه، صور بروفيشنال، وابتدي اعرضها من جديد بالسعر اللي انت عاوزه مع بروكر واحد او 3 بالكتير. وبعد كده انت ضمنت ان محدش في السوق هيعرف يميز العقار بتاعك اللي كان معروض قبل كده من فترة طويلة. وكمان تكون دورة المشترين خلصت وجت مجموعة مشترين غيرهم في السوق ما شافوش فيلتك قبل كده، وبعدها بيع واكسب وانت مرتاح البال. لو محتاج اي مساعدة في بيع العقار بتاعك او محتاج اي استشارة، اتصل على الرقم المكتوب او ابعت لنا على الواتساب او اكتب لنا في الكومنتات واحنا هنرد عليك.